السلام عليكم اخواتي، كراكم دايرين؟ ان شاء الله كاع تكونوا لاباس وكاع بصحه جيده. يعني بعد غياب طويل هذه المره كنت طولت الغيبه شويه. المهم الحمد لله على الرجوع. اليوم جيتكم بمشروع جديد، ولا يعني فكره خياطه ريدو تاع بوطاجي بهذا الكتان. نكون نخبركم هذا الكتان كيفاه، ولا كيفاش داير، ولا النوعيه تاعه. المهم مهم البنات ما تنسونيش غير بالجيم وابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. ونبداو هنايا كما قلت لكم هذا الكتان. انا راني خادمه، هي تعرفوني بلاني خادمه البلو في المطبخ نتاعي، يعني دايرته الروحي. يعني هذا كتان صيفي وشباب بزاف بزاف وهكا كتغيير. يعني انا كنت خيطت معكم ديجا بالسكاي وقلت نغير شويه، درته بهذا الكتان اللي كتشوفوا فيه. كتان يجي ترونسبارون كما كتشوفوا فيه. يعني راه طوندونس هذا الكتان وراه شباب بزاف بزاف وكاع الانواع. يعني في الاخير راح نخلي لكم انواع تاع الكتان هذا وبالاشكال وكل شيء. هو يدير 40 في المتر. كان بروموسيون. يعني هذا الكتان بالذات هذه النوعيه، يعني هذا اللي فيه الفريزه راه بروموسيون. لقيته ب 20 ميل، يعني راده ب 20 ميل. شريت مهم شريت 2 مترات ونص. شوفوا الكتان هنا 2 مترات ونص. راح نشرح لكم البوطاجي في الورقه احسن. وهنايا شوفوا الكتان تاعي راح نخليه على طوله كيما راه، ويجي مطوي على 2. يعني يجي كيما كتان الدراوات، يجي تشري دوبلي يعني يجي كتان مطوي على 2. في الاسفل نتاعه يجي فيه هذا الكوردون هنايا صاير داير عليه، يعني على طوله يجي داير عليه هذا الكوردون. انا هذا الكوردون خليته يجي في الاسفل تاع الكتان تاعي. ونروحوا نعطيكم نوريكم كيف نخيطوا مقاسات، يعني كل واحد والمطبخ تاعه. برك انا نوريكم كيف خيطته وكيفاش خرج لي. شوفوا هنا البوطاجي تاعي، يعني البوطاجي هذا جديد، يعني ماشي كما الاول كنا خدمنا فيه سكاي. هذا جديد الحمد لله. هذا شويه كبير على الاول. هذا شوفوا انا عندي مقسم، يعني هذا البوطاجي جاي مقسم. عندي واحد جاي صغير، وعندي جاي فتحه فيه، يعني البلاصه فارغ. هذا الفراغ راني دايره فيه الفريجيدير. ومن بعد يبدا بوطاجي الزواج يجي داير. هنايا هذا اللي يجي داير كما كتشوفوا. هنايا يجي الطول ويجي يجي داير. يعني وين يجي داير راني دايره تما لافابو. يعني هنايا تحت هذيك لافابو خليت هذاك السكاي كما هو، يعني ما غيرتهش. ودرت الكتان تاعي غير في الطول تاع هذاك البوطاجي تاعي اللي جاي على الطول تاعه. مهم القطعه هذيك الصغيره فيها متر وفيها 85 سنتيم، عفوا 85 سنتيم. والقطعه الزوجه يعني البوطاجي الزاوج فيه متر ونص ولا متر وخمسة وخمسين. المهم انا ما حاش نخلي فيه غير متر كما الاول هذا الصغير. ما حاش نخلي فيه غير 85. راح نزيد فيه باش يجيني فيه هذيك الكشكشه في الريدو تاعي، يعني باش يجي تاني يدرق لي شويه الصوالح يعني لهم في البوطاجي الداخل. مهم انا باش يجيني فيه الكشكشه هذيك 85 كملتها حتى المتر. يعني درت فيه متر، يعني تجيني 85 90، يعني تجيني 15 سنتيم حتى المتر. وكنت زدت فيه 15 سنتيم واحده اخرى، يعني باش تولي لي متر و15 سنتيم. يعني زدت هذيك 30 سنتيم مع هذيك 85 هكا باش تجيني كما قلت لكم هذيك الكشكشه. والقطعه الثانيه ولا البوطاجي الزواج درت فيه هو متر و55. كنت زدت فيه غير هذيك 50 سنتيم ولا 45 سنتيم، يعني كملتها 2 مترات باش تجيني كشكه. ولا بغيتو حتى تزيدوا كثر تزيدوا، يعني هي قد ما كثرتوا الكتان قد ما يجيكم شباب ويجيكم هذيك الكشكشه فيه مليحه. المهم هذه هي. شوفوا الكتان تاعي بغيت نوريه لكم كما قلت لكم يجي كما كتان الدراوات، يجي مطوي على 2. وهو هذيك مطوي على 2 فيه 90 سنتيم، يعني 90 سنتيم و90 سنتيم فيه متر و80. الطول تاعه كامل راه مطوي على 2. مهم مطوي على 2. شوفوا هنايا انا الطول تاع البوطاجي تاعي ولا من الارض للفوق فيه 70 سنتيم. عبرت هذيك 70 سنتيم ومن بعد نزيدها هذيك القطعه اللي نديرو فيها تويو ولا نديرو فيها ترانجل
باش ندخلوا هذاك الترانجل تاعنا كما كتشوفوني فيه. المهم انا درت هنا فيها 10 سنتيم. ومهم بعد ما تكفوها ديروا كفه صغيره كما كتشوفوني ندير هنايا. راح ندير كفه صغيره نخيطها بهذه الطريقه، نخيطها ومن بعد نعاود نطوي وندير 10 سنتيم وندير هذيك الخياطه تاع الترانجل. هذه هي مهم 10 سنتيم عاد تزيدوها مع هذيك 70 سنتيم راح تولي لكم 80 ولا 82 هكا بهذيك الكفه. 82 سنتيم وهو قلت لكم فيه 90 سنتيم، يعني راح تبقى لكم واحد 8 سنتيم ولا هكا. 8 سنتيم هذيك قلعتها باش ندير بها واحد التشرشيفه راح نديرها ثاني في الريدو تاع الطاقه ولا تاع النافذه تاع المطبخ تاعي. هذه هي. المهم هنا يعني دوك شرحت لكم في الورقه، دوك نعاود نشرح لكم في الكتان كيفاه نفصله وكيفاه نخيطه. المهم راح ندير زوج تاع الريدويات وريدو تاع النافذه ولا الطاقه تاع المطبخ تاعي راح تشوفوها. هذه هي. المهم كما قلت لكم هنا برك راني نشرح لكم على هذاك الطول تاع الكتان تاعنا وكل شيء. هنايا شوفوا درت ليها كما قلت لكم، درت على هذاك الطول. المهم انا هنا فصلت هذوك القطع ومن بعد درت هذيك الطول هذاك الكفه كما قلت لكم. درت الكفه تاع الكتان تاعي يعني للجوانب، ومن بعد ندير كما قلت لكم هنايا كفه باش ندير الطول تاع الترانجل تاعي كما راك تشوفوا. ندير كفه هنا غير صغيره كما راك تشوفوا. بعد ما نكملها نعاود كما قلت لكم نحسب 10 سنتيم ونطوي الكتان تاعي بهذا الشكل. هنا تحسبوا 10 سنتيم 10 وتطووها. هنايا كنت زدت شويه مهم باش ما نضيعش الكتان وكل شيء باش ما يضيعليش. درته زيدت شويه ومن بعد قسمته على 2. هذه هي. المهم هنايا خيطتها الخياطه هذيك الاولى ومن بعد نعاود نخيط خياطه هنايا في الوسط باش جاتني هذيك جاتني البلاصه تاع الترانجل كما كتشوفوا. هذه هي البلاصه تاع الترانجل. المهم هنا خيطت الريدو الاول، راح نخيط ثاني الريدو الثاني. هنايا شوفوا من بعد ما درت له الكفه في الجوانب هنايا خيطت ثاني الريدو الثاني. دوك نوريه لكم يعني مركباته وباين. هنايا كما قلت لكم الريدو هذيك نص متر اللي كانت بقات لي خليتها مهم على العبر تاع الطاقه تاعكم. هنايا الطول تاع الكتان تاعي الطول تاع الريدو درته كما كتشوفوا هنايا حتى 60 سنتيم نورمالمون. الطول درت فيه 60 سنتيم ولا المهم على حسب الكتان تاعكم. هنايا خرجت لي 59 مهم 59 60. هذه هي. المهم هاد القطع الصغار درتهم باش ندير هنايا الترانجل الاولى هذه درت ليها الترانجل، والقطع اللي بقاو لي فصلتهم ثاني هما قطع صغار 10 8 سنتيم 8 سنتيم كما كتشوفوا. هادو هما القطع اللي بقاو لي كاع فصلتهم 8 سنتيم. ومن بعد كما كتشوفوا هنا قطع صغار ودرت ليهم كفه يعني خيطتهم كاع مع بعض. ومن بعد درت ليهم كفه على الجهه الاولى والجهه الثانيه لصقتها مع الكتان وبديت ندير في هذيك البليات. ندير بليات على هذيك الطول تاع الكتان تاعي خرج لي يعني هذه متر ونص خرجت لي نيشان سوا مع الطاقه تاعي وكل شيء. هذا هي. شوفوا هنايا هذه هي. هنايا هذا هو الكتان تاعي من بعد ولا هذه تاع الزيكزاك تاعي بعد ما خيطته ودرت له الكفه. درك هنايا نعاود نخيطه مع الكتان وندير له هذوك كما تشوفوا ندير هذوك البليات بهذه الطريقه. يعني ندير الوجه مع الوجه ونبدا نخيط يعني مسكوهم ديروا باللي زيبانغ ومن بعد بدو تخيطوا تمشوا معاها غير بشويه وانتم ديروا في هذوك البليات بهذه الطريقه وتساووهم مليح بهذه الطريقه. يعني ديروا 5 سنتيم ولا وديروا بليه هكا ولا بغيتوهم يعني يجوا قراب لبعضهم ديروا غير 2 سنتيم 3 سنتيم وديروا البليات نتاعكم. وبهذه الطريقه حتى نكملها صاير داير مع الريدو تاعي بهذه الطريقه. هنا من بعد ما كملتها كاع نعاود نفوت عليها خياطه واحده اخرى
باش هكا يجيني الكتان تاعي واقف بهذه الطريقه. نجي فوق هذاك الكتان ونبدا نخيط بهذه الطريقه. نعاود الخياطه الثانيه، وهذا هو الريدو تاعي. شوفوا كيفاش خرج، يعني درته غير في الوسط والجوانب اللي في الاسفل. دونك هنايا نلاقي هاد الريدويات في زوج بهاد القطعه فيها 16 سنتيم كما راكم تشوفوا، والطول يعني على طول هذيك القطعه تاع الريدو تاعي. وهذا هو ركبته. شوفوا كيفاش خرج، هنايا درته في الترانكل، وهذا هو الريدو تاعي. شوفوا كيفاش خرج، يعني هو ما قلت لكم الكتان شويه ترونسبارون بصح شباب بزاف بزاف. يعني الا درتو كتان شويه يكون غامق، كولر تاعه يكون غامق، يجيكم شباب ويجيكم شويه يدرق لكم هذاك الضوء وكل شيء. وهذا هو الريدو تاعي، ان شاء الله يكون عجبكم. اول حاجه الريدو تاع الطاقه، ودوك نوريكم الريدو تاع البوطاجي كيفاش خرج. شوفوا كيفاش خرج، يعني الفوق راني خيطته ديجا وكمل. هذا هو البنات، شوفوا الريدو تاعي كيفاش خرج. هذا اللي قلت لكم قطعه صغيره، هذا هو. شوفوا كيفاش خرج بجنبه هذا الفريجيدير، ومن بعد نروحوا للريدو الثاني. هذا هو، شوفوا كيفاش خرج رائع وصيفي، كتان صيفي ورائع. وهذه هي. المهم هذه الجهه كما قلت لكم خليت فيها السكاي كما راكم تشوفوا، هذا السكاي خليته هنايا، والجهه الثانيه درت فيها يعني نفس اللون راه البلو كل شيء. الجهه الثانيه درت فيها الريدو بهذه الطريقه، هذا وهذا. هذا هو، ان شاء الله يكون عجبكم وعجبتكم النتيجه وعجبكم الكتان وتجربوه. إلى اللقاء.